بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يلهمكم ويلهمنا جميعا السداد في الرأي والتوفيق في العمل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. يشهد الله أن القلب يسبق البدن، القلب يسبق البدن إلى هذه البلدة الطيبة، هي الأخضرية. الأخضرية من يعرف يعرف، ومن لا يعرف لا بد أن يعرف بأن التاريخ أستاذ شاهد. الأخضرية لم تكن غائبة في تاريخ الجزائر المشرق، كانت حاضرة حضورا فعالا. كانت الأخضرية في التاريخ المشرق للجزائر حاضرة حضورا فعالا، بعلمائها، بصلحائها، بمصلحيها. نسأل الله أن يرحم الأموات وأن يحفظ الأحياء. عنوان الدرس: لتكونوا شهداء على الناس. هذا العنوان هو جزء من آية في سورة البقرة، هي الآية 143 من سورة البقرة، تحتل وسط السورة، وسط سورة البقرة، الآية 143. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من دلالات هذه الآية، من دلالات هذه الآية، رب سبحانه عز وجل أرسم للأمة الإسلامية المنهج الوسطية والاعتدال. الآية واضحة ناطقة: وكذلك جعلناكم أمة. إذن فهذه الأمة منهجها وسطي، منهجها معتدل، وهو المنهج الذي كتب له الله طول العمر. لما؟ لأنه فضيلة، والفضيلة كما يقول الفلاسفة هي وسط بين رذيلتين، تحتل مركز الوسط. إذن من البداية هذه الأمة أرشدها ربنا جل جلاله باش تنتهج منهج الوسطية والاعتدال. وهناك معاني أخرى للفظة الوسطية أو الوسط في معاجم اللغة. أمر ثاني: تجذير مفهوم الأمة في الناس، في المسلمين. لما؟ نحن ننتمي إلى أسرنا، كل إنسان عنده أسرة ينتمي إليها، له التزامات تربطه بالأسرة، عنده التزامات تربطه بالحومة. الشباب يقول لك أنا وليد الحومة الفلانية. حتى في الرياضة أحيانا يديروا مقابلات رياضية بين الحومات، حومة وحومة، يديروا حملة تنظيف نظافة للحومة، يقول لك الحومة نتاعي. والعجيب أن ديننا كما يجذر مفهوم الحومة يجذر مفهوم الأمة. معنى الإنسان لابد أن يكون حاضرا في الحومة والأمة، ولا تعارض بين ذلك بينهما. إذن تجذير مفهوم الأمة. ننتمي إلى وطن اسمه الجزائر، ننتمي إلى أمة اسمها أمة الإسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في وثيقة المدينة
من بنود هذه الوثيقة أمة واحدة من دون الناس، هكذا ورد في وثيقة المدينة، أمة واحدة من دون الناس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، وبعدين ماذا حصل بين الأوس والخزرج؟ انصهر الجميع في هذا المفهوم، أمة واحدة من دون الناس. علاش قال من دون الناس؟ لتتميز، فهي أمة فعلا متميزة إذا ارتقت إلى مقامات القرآن الكريم. ربنا في آية القرآن، والآيات كثيرة، منها هذه آية البقرة: وكذلك جعلناكم أمة. إذن تكرار ذكر الأمة في القرآن والسنة تجذيرا لمفهوم الأمة، باش الإنسان يقول أنا عندي انتماءات، أنتمي إلى أسرتي، إلى حومتي، إلى قريتي، إلى مدينتي، إلى ولايتي، إلى وطني، إلى أمتي. هذا أمر مهم. لما؟ باش يشعر ما تشعر به الأمة يشعر بها، جسم واحد. الآن إخواننا في غزة في فلسطين وما يعانون فيه من ألوان من أداة الدمار والإبادة الجماعية، هذه الجرائم البشعة في جميع المقاييس الشرعية والمقاييس القانونية جميع المقاييس تدين هذه الجرائم التي تقع هناك. نسأل الله لهم النصر المبين. إذن ربنا عز وجل في أي القرآن، أذكر على سبيل المثال في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. تأتي في سورة المؤمنون الآية 52: وإن قراءتان: هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إذن تكرار كلمة الأمة في القرآن والسنة من مقاصد ذلك تجذير مفهوم الأمة فينا جميعا. ولكن ربنا قال: لتكونوا شهداء على الناس. هنا الامتحان. هذه الآية تفيد التشريف والتكليف في الوقت نفسه. يعني ربك قال: لتكونوا شهداء على الناس. الأمة هذه شرفها الله، رفع قدرها، رفع مقامها، فهي الشاهدة على الناس. لتكونوا شهداء على الناس. على بالكم أمة الإسلام هي تشهد على جميع النبيين والمرسلين أنهم أدوا الرسالة وبلغوا الرسالة وبرأوا ذممهم لأنهم بلغوا، وما على الرسول إلا البلاغ. في الوقت نفسه الأمة تشهد على الأقوام السابقة، على الأمم السابقة، هل كانت مؤمنة أو كافرة، هل كانت طائعة أو عاصية. أمة الإسلام ربي شرفها بهذا المقام السامق، بهذه المرتبة العالية. ولكن من جهة أخرى كلفها، أو ربي قال: لتكونوا شهداء على الناس. معنى هذه الأمة مطالبة بنصوص الشريعة أن تكون شاهدة، ولا يمكن أن تكون شاهدة إلا إذا كانت حاضرة لا غائبة. هذا هو الامتحان، وهنا التمحيص على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة كأمة. نحاول نبين هذه المسألة بشيء من البيان التفصيل. ربي سبحانه قال: لتكونوا شهداء على الناس. معنى الأمة لازم تكون حاضرة في مجالات الطاعات والعبادات والقربات، لازم تكون حاضرة، ما تكونش غايبة، كمجموعات وكجماعات وكأمة وكأفراد. أيضا في مجال الفروض الكفائية، ماشي غير فروض العين، لا، فروض الكفاية. فروض الكفاية كما يقرر علماء الشريعة: إذا قام بها البعض
سقط الإثم عن الباقين. يعني الأمة لازم يكون عندها أئمة، ماشي كاع نكونوا أئمة باش تبرئ ذمتها في هذا المجال. لازم يكون عندها أطباء يعني اللي يداويو المرضى. حضور الأمة في مجال الطب والبيولوجيا والعلوم الخادمة لهذا التخصص لازم تكون الأمة حاضرة. لازم تكون حاضرة في مجال علم الفلك الاسترونومي. لازم تكون حاضرة في علم طبقات الأرض لا جيولوجي. لازم تكون حاضرة في علوم الشريعة، علوم الجغرافيا والتاريخ والنفس والقانون، في جميع مجالات الدنيا. إذن الأمة مطالبة بالحضور، وكذلك مطالبة أيضا بالحضور في واجبات أخرى مهمة. الآن قضية فلسطين وقضية غزة، الأمة مطالبة. غزة برأت الذمة وأقامت الحجة، انتهى أمرها خلاص، ذمتها بريئة، حجتها قاطعة. ولكن الأمة مطالبة بالعمل على تحقيق براءتها، مطالبة بتحقيق شهادتها، فالشهود مطلوب في جميع مجالات الحياة هذه كأمة. ونحن كأفراد أيضا، نحن كأفراد كل واحد يعمل على تحقيق براءته، خاطر نحاسب في الآخرة فردا فردا. يروى أن أحدهم جاء واحد عالم قالوا كيفاش ربي حاسبنا واحد واحد، كاين بزاف الغاشي ملايير من الناس، كيف ربي حاسبنا واحد واحد؟ خاطر ربي قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هنا زمرا حتى إذا جاءوها. علاش أنا زمرا؟ لأنه كما ربي يقول كما راكم تتعاونوا في الدنيا على العمل الصالح ربي يدخلكم الجنة، يعني يدخلكم الجنة جماعات جماعات. هذا فضل من الله، نعمة من الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الرباط العامل بين الجامع بين هؤلاء هو أنهم كانوا يعملون الصالحات، يجمعهم هذا الدين ويلتزم الجميع بأحكامه. ولكن حنا ربي حسبنا فردا فردا. فكان جواب ذلك العالم قال وربنا سيحاسبنا في الآخرة فردا فردا كما كان يرزقنا في الدنيا فردا فردا. كل واحد عطاله ربي الهواء الأكسجين نتاعو، عطاله ربي الغذاء نتاعو فردا فردا. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولكن ربي سبحانه يحاسبنا واحد واحد. ربنا قال في آخر آية أنزلت في القرآن وهي الآية 281 من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن هذه الآية جاءت في هذا السياق باش تخبرنا وتبين لنا جميعا بأن الله سيحاسبنا فردا فردا، لا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن بعد الفوز والنجاحات التي يكتبها الله لمن كتب الله له ذلك، وبعدين يأتي دخول الجنة كما سمعنا الآية في أواخر سورة الزمر. في الخاتمة أقول يعني أختم بما بدأت به. قلت هذه البلدة الطيبة الأخضرية لم تكن غائبة عبر التاريخ، كانت حاضرة وكانت شاهدة، لم تكن غائبة. في مجال الجهاد اللي صار في البلاد كانت الأخضرية حاضرة، هو المجاهدون والشهداء لا نحصيهم عددا. إذا ما كانش غياب كاين حضور. في مجال فعل الخيرات أيضا هذه المنطقة لها حضور وحضور فعال. في مجال الدعوة إلى الله أيضا أنجبت هذه البلدة علماء ودعاة
كي نتكلموا على الشيخ عبد الرحمن الثعالبي صاحب الجواهر الحسان، نتكلموا على حمود حنبلي رحمه الله، وبودي أن نتعرف على هؤلاء وأمثالهم. لماذا لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال؟ سورة الحشر في الآية 8 ربي سبحانه يتحدث عن المهاجرين، على بالكم علاه باش لا ننسى أفضالهم. هؤلاء المهاجرون اللي صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه للدعوة، في تبليغه للرسالة، صبروا أمام كل ألوان العدوان والاعتداء المادي والمعنوي. ربي يوصفهم قال أولئك هم الصادقون في آخر الآية 8 من سورة الحشر. ثم تأتي الآية 9 الأنصار الذين أحسنوا استقبال النبي صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين، بل ربي سبحانه ذكر بعض خصالهم قال يحبون من هاجر إليهم، معنى استقبلوهم بمحبة بحب، يحبون من هاجر إليهم. ثم ذكر خصلة أخرى وهي الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم تأتي الآية 10 يعلمنا الله ألا ننسى أفضال هؤلاء الرجال والنساء، قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. في هذا السياق ونحن نذكر علماء الجزائر عموما وعلماء المنطقة خصوصا، وصلنا إلى ذكر حمود حنبلي رحمه الله اللي استشهد في سنة 1993 يوم الخميس 30 سبتمبر، والآن نعيش ذكرى وفاته ونحييها بأن نذكر هذا الرجل العلم، وهو من أعلام الهدى، من أعلام الأخضرية، من كبار العلماء رغم صغر سنه، لم يكن غائبا على وجه الإطلاق، كان حاضرا في مجال الدعوة إلى الله. وهذا المسجد من الذين يشهدون على حضوره الفعال، وأرى وجوها كثيرة تعرفه، ولا بد أن نتعرف على سيرته، لأن قراءة السير مهم. احنا من الكنوز التي خلفها علماؤنا يحدثون عن علم الرجال الذي تنقطع فيه الأنفاس. نقرأ الكمال في أسماء الرجال للمقدسي، نقرأ تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، هذا لابن حجر العسقلاني، هذا الإمام الذهبي، نقرأ عن هؤلاء نذكرهم. كتب الطبقات، طبقات الفقهاء، طبقات الأدباء، طبقات القضاة، طبقات المصلحين، لابد أن نقرأ هذه علوم، هذا تاريخ، والتاريخ أستاذ شاهد. لابد أن نستثمر، أن نقرأ التاريخ وأن نحسن استثمار التاريخ، نقرأه قراءة اعتبار. إذن الشيخ الله رحمه الله كان حاضرا في مجال الدعوة، كان حاضرا في مجال العلم. جميع المكتبات فيما أعلم وين تكون مكتبة يحضرها، تفتح مكتبة جديدة حمود حنبلي يوصلها. وهذا مش هنا، حتى في القاهرة، وقد كان في القاهرة طالبا مجتهدا ناجحا جدا، كل مكتبات القاهرة يعرفها. ونقول لكم سر من الأسرار، بعض علماء مصر هم يسألونه عن المكتبات النادرة اللي عندها مراجع نادرة جدا. هذه نقطة أنا أشهد، والله قبل ذلك يشهد على هذا الأمر. والله كان كالنحلة تيزي زويث، كالنحلة، النحلة تطير في الجبال، في الشامخات الشاهقات، في البحاير، تروح وين تروح، وين تكون الورود توصل، ولكن باش تعطينا العسل. كان فعلا كالنحلة رحمه الله ورحم الله علماءنا. نسأل الله عز وجل أن يسكنهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.